الحقيقة النهاردة معادنا مع واحدة من أكثر العربيات تميزا وانتشارا واللي نزلت في السوق المصري من سنة 2012 وحتى سنة 2016. أهلا بيك يا رفيق مع هيونداي الانترا ام دي. نزلت الهيونداي الانترا في مصر بمحرك جي دي اي 4 سلندر 1600 سي سي وكان بيخرج 130 حصان، ونزل المحرك ده على نوعين من الفتايس. الأول كان مانيوال، والمانيوال ده نزل في سنة 2012 والنص الأول من سنة 2013. أما في النص الثاني من 2013 وحتى انتهاء الشكل في 2016 كانت العربيه بتنزل بفتيس اوتوماتيك 6 غيار ستيبترونيك. وعلى الرغم انه المحرك الجي دي اي محرك ممتاز جدا واداؤه والتسارع بتاعه حاجه فوق الخيال، الا ان المحرك ده من وجهه نظري الشخصيه تم تدميره في مصر بسبب مشاكل البنزين اللي ظهرت في الفتره الاخيره في مصر، تقريبا بنتكلم اخر 10 سنين. وكانت اكتر مشكله بتواجه ملاك المحرك الجي دي اي هي اصوات التسقيف والكركره. دايما كانت الناس تشتكي يقول لك انا حاسس كاني حاطط بنزين 80، وللاسف زي ما قلت دي كانت احد عيوب البنزين واللي للاسف دمرت محركات الجي دي اي. المباين والبوجيهات كانوا اكثر العيوب انتشارا في محركات الجي دي اي. المحرك ده بيستهلك مباين وبوجيهات بطريقه مش طبيعيه، وده زي ما قلت انا برجعه دايما للبنزين السيء. كمان بوابه الهواء واحده من اسرار المحرك ده، لازم دايما بوابه الهواء تبقى نظيفه وتتكود باستمرار علشان تاخد افضل اداء من المحرك وما يبقاش في اي مشكله في سرعه الصلانسيه او ان العربيه تبطل منك او ان العربيه تبقى عاليه منك وانت ماشي وهكذا. كمان واحده من عيوب الانترا ام دي هو ان شريط الايرباج تقريبا من كل 6 ل 10 شهور هيبوظ منك مره. يعني دايما هتلاقي من الفتره دي تقريبا لمبه الايرباج بتنور معاك او الكلاكس بتاع العربيه هيفصل معاك، وهتلاقي نفسك بتغير شريط ايرباج وصل سعره دلوقتي لحوالي 1000 جنيه، وده كمان مش الاوريجينال. زي ما قلت الهيونداي الانترا ام دي عربيه اعتماديه جدا جدا الى حد كبير، ولكن انا وجهه نظري الشخصيه بسترخم شكلها. رغم ان انا جيت فتره من الفترات انا شخصيا كنت هشتري العربيه دي، ولكن زي ما قلت شكلها بالنسبه لي ما كانش محبب. يعني طبعا هي دي اذواق، لكن انا بحس ان العربيه كبيره قوي، فوانسها مش منتظمه مع جسمها، ما حسيتهاش. يعني عربيه طبعا عائليه من الدرجه الاولى، سلسه في المشي ومريحه على الطرق السريعه وفي السفر. عفشتها ناعمه ومريحه ومش هتلاقي منها اي مشاكل. تكييف العربيه دي ممتاز حتى مع ارتفاع درجات الحراره في الصيف هيأدي معاك ومفيش منه اي مشاكل تذكر. ارتفاع العربيه عن الارض مش افضل حاجه، خصوصا مع التحميل عليها. بتلاقي العربيه نامت في الارض وبطنها نامت في الارض ولمست الارض، ولازم مع كل مطب انك انت تعرض بالعربيه على المطب. لكن دون ذلك يعني انت لو ماشي في العربيه مثلا لوحدك، معاك واحد صاحبك، معاك زوجتك، مش هتلاقي الموضوع ده قوي، لكن بيظهر قوي زي ما قلت مع التحميل. قطع غيارها وصيانتها سهله ومتوفره في كل مكان. هي بس يعيبها ان بعض قطع غيار الصاج الخارجي، فوانيس الصاج، المرايات، الكلام ده مش ارخص حاجه، خصوصا كمان مع ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه دلوقتي ده. ولكن قطع غيار الصيانات وقطع غيار المحرك والعفشه والفتيس كل ده موجود، واسعاره طبعا بمقارنه بالياباني وبالالماني اسعار معتدله جدا. استهلاكها في البنزين ممتاز جدا جدا، تقريبا بنتكلم في حركه 7-8 لتر لكل 100 كيلو. اعاده بيع العربيه ممتازه سريعه تعرف تكسب فيها، مش هتقعد معاك يوم واحد لو عرضتها النهارده، بس بشرط ان تكون حالتها نظيفه. ثبات العربيه على الطريق مع السرعات العاليه مش افضل حاجه، يعني بعد ال 130 140 150 العربيه مش بتاعتك، خصوصا انه في فئات بتنزل فيها من غير اي بي اس، وطبعا دي حاجه كارثيه. يعيب العربيه دي ان فوانيسها كبيره قوي زياده عن اللزوم ومعرضه للكسر بشكل دائم، وفوانيسها غاليه مش رخيصه. الصالون الداخلي من البلاستيك، واقدر اقول انه في اماكن كده معينه في الصالون البلاستيك فيها رديء جدا وضعيف جدا، وبتسمع اصوات طقطقه كده وتزييقات. بصراحة مش أفضل خامات يعني للصالون. العزل الداخلي على السرعات لحد 120 130 ممتاز، بعد كده العزل بيبدأ يقل ويبدأ يضعف. وبس كده، أتمنى ما أكونش طولت عليك. سلام عليكم.